هو البناء وإيجاد الثغرات، الأمر الذي لحد الآن يبدو صعبا. هنا الكرة، هنا التوزيعة، أول أهداف المباراة لمصلحة فريق شبيبة القبائل. ويا له من كوتشينج، ويا له من تغيير، ويا لها من لمسة. هدف أول لمصلحة فريق شبيبة القبائل في الدقيقة 87 من زمن المباراة. أسامة اليتيم في نهاية المطاف يستسلم للضغط، يستسلم للمحاولات المتكررة، والكرة تهز الشباك وتهز مدرجات ملعب المجاهد الراحل حسين عيد حمد بيتي زيوزو. نشاهد التوزيعات الدقيقة لفريق شبيبة القبائل للحلو أخريب، الارتقاء الجميل والتسديدة الرائعة بالراس في الشباك للمرة الأولى في هذه المباراة. 1-0 لمصلحة شبيبة القبائل. ارتقاء جميل من اللاعب البديل في الدقيقة 87. 1-0 لفريق شبيبة القبائل. أسامة اليتيم، الصورة تعبر عن نفسها، صمد لمدة 87 دقيقة، لكن الضغط على المدرجات والاستقرار